انا دلوقتي مخضوضه على ولادي من كتر الحاجات اللي بسمعها عن التحرش، وعايزه اعرف ازاي احمي ولادي من التحرش. اول حاجه ان انا لازم يبقى عندي ثقافه جنسيه، احمي ولادي وافهمهم واعلمهم عن نفسهم وعن الجنس الاخر وعن ازاي جم. ليه بعمل كده؟ علشان خاطر ما اديش فرصه لحد يقعد يقول لولادي تعالى اعلمك وافهمك، وتبقى دي الطريقه اللي بيسحبوا بيها علشان يتحرش بيه. فانا بقفل الحته دي معاه، وانا اللي بعلم ابني وبفهمه كل حاجه. في نقطة مهمة، أوقات كتير مش بنبقى واخدين بالنا منها لما نقول للطفل الصغير ونجبره إن هو يسلم على حد ويبوسه بالعافية. يعني هو الطفل مش عايز يبوس الشخص ده، فأقوله لا عيب بوس طنط، لا عيب بوس عمو. هو خلاص مش عايز، سيبوه. لما أنت بتجبر الطفل إن هو لو هو مش مرتاح يبوس شخص أو يحضنه، بتقول له ان انت مش مهم ومشاعرك مش مهمه، المهم ترضي بقيه الناس، المهم محدش يتكلم عليك. لا عمو يزعل، لا طنط تزعل. فانا كده بقول له ان عمو وطنط هم اهم منك بكتير، ومهم ان هم يبقوا مبسوطين وراضيين. طيب كطفل صغير بيفهم ايه؟ ان لو هو مش مرتاح يكمل برضو، لو هو لمسه مش مريحاه عشان بس ما يزعلش عمو او طنط يلا نكمل فيها. فبلاش نعمل الحركات دي عشان نرضي اي حد. انا عارفه اوقات نبقى مكسوفين، اصل دول قرايبنا، لا، ما مش عايزين نفكر بالطريقه دي. اهم حاجه نفكر ازاي نحمي ولادنا وازاي نوصل لهم معاني كويسه. يكفي ان الطفل ممكن يسلم بالايد او يشاور من بعيد لو هو مش مرتاح، وده برضو ممكن يحافظ على ان الشخص اللي انتوا خايفين على زعله ما يزعلش. لكن مش لازم نقعد نجبر الطفل ان هو يبوس او يحضن حد غصب عنه. لو انت عايزه تحمي ابنك من التحرش لازم تنمي ثقته في البيت. يعني ما ينفعش انا ببقى بهين ابني واضربه وبكسر قدرته عن ان هو يقول لا او يحمي او يدافع عن نفسه، وفي الاخر اقول له هو انت ليه مش بتحمي نفسك؟ هو انت ليه مش بتدافع عن نفسك؟ طب ما هو انا كسرتها خلاص في البيت. في بعض الاباء والامهات فاكرين ان انا ممكن اضرب ابني واهينه وفي نفس الوقت هو لا، هو لازم يبقى عارف ان بره يدافع عن نفسه، لكن مع ماما وبابا عادي يتقبل الضرب، وعادي ان هو ما يقولش لا، وان هو يتعاقب على كلمه لا. لا، المواضيع مش بتحصل كده. احنا في البيت احنا اكننا مركز تدريب لاولادنا، فاحنا محتاجين نتعلم الطفل ازاي يقول لا واحنا نتقبلها، وازاي احنا نحترم ونحترم جسمه ونهنش جسمه عشان هو كمان يعرف ان جسمه ده مهم ومحترم. عشان كده مهم ان احنا نقدم الاحترام ونقدم التقدير لاولادنا ونعلمهم في البيت ازاي يقولوا لا. حلو كمان احنا نعلم ولادنا ازاي يدافع عن نفسهم. يعني ممكن نلعبه رياضة علشان يبقى عنده احساس بان هو قوي يقدر يدافع عن نفسه. ممكن كمان ادربه في البيت لو حد جه يتعرض لك تعمل ايه. بلاش يبقى كلامنا نصايح بس، خليه كتدريب كمان، كتدريب. يعني ممكن ادربه اقف قدامه واقول له لو حد جه يلمسك او حد جه يقول لك حاجة ممكن تبعد، ممكن تزقه، ممكن تصرخ وتطلع تجري، ونعمل ده احنا مع بعض كتمثيلية مع بعضينا. حاجة كمان مهمة تحمي ولادنا من التحرش، ان انا اعلم ابني او بنتي ازاي يصدقوا نفسهم وازاي يصدقوا جسمهم ويصدقوا مشاعرهم. لان احيانا الطفل بيقول طب يمكن انا مش يمكن الشخص ده مش قاصد، يمكن مشاعري انا غلط، يمكن انا حسيت احساس غلط. لعلم ابنك وخصوصا البنات ان اللمسه اللي انت تحس ان هي مش حلوه هي فعلا مش حلوه، وانت صح. ما تقعديش تشككي في روحك وتقولي لا يمكن هو مش قاصد. لا، وخصوصا البنات الكبار في سن مراهقه او في اعدادي او في ابتدائي، في اخر ابتدائي، لازم نفهم بناتنا ان هم لو حسوا ان اللمسه دي مش حلوه فهي فعلا مش حلوه، وعندهم حق علشان بناتنا وولادنا يكونوا واثقين في نفسهم. وبرضو البنات والصبيان، لان الصبيان برضو للاسف بيتعرضوا للتحرش. فاحنا مهم نكون عندنا وقت ان احنا نحط في دماغنا ازاي نقعد ونتكلم مع اولادنا. التربيه الجنسيه والتوعيه ضد التحرش، وان احنا نعلم ولادنا حاجات خاصه بالمواضيع دي، ده جزء لازم نديله وقت، وما ننساش نفسنا في زحمه الحياه ونستنى لما تحصل مشكله وبعد كده نبتدي نتكلم. لازم نأمن ولادنا من الاول، وطبعا نصلي علشانهم ان ربنا يحميهم ويحافظ عليهم.